السلام عليكم، عملنا مع بعض مخبوزات كتير في القناة تنفع لسحور رمضان. النهارده هنعمل أكتر وصفة محبوبة للكل وهي القراص الطرية بطريقة اقتصادية جدًا، بأقل تكلفة هتعملي كمية كبيرة منها وهتطلع معاكِ هشة وطرية وقطنية جدًا، بس تتبعي الخطوات معايا وامشي عليها مضبوط، وبجد هتطلع معاكِ روعة وبأقل تكلفة، مقادير اقتصادية جدًا. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير عشان توصل لأكبر عدد. أول حاجة هنحضّر المكونات السايلة وهي عبارة عن كوباية من اللبن الدافي، وهاقول لِك على البدايل وإحنا شغالين مع بعض، عليها معلقة كبيرة ونُص قشطة، كانت القشطة دي وِش اللبن وكنت مخزّناها في الفريزر، طلّعت منها معلقة ونُص كبيرة بادوّبها واللبن دافي كده، وبعد كده عليهم كوباية من المَيّة الدافية، نُص كوباية من السكر، وهنا السكر هيكون مضبوط جدًا مع الوصفة ما تحاوليش تقلليه، معايا معلقة كبيرة وربع من الخميرة الفورية حوالي 12 جرام، هنقلبهم مع بعض كويس جدًا لحد ما يدوبوا ويختلطوا مع بعض كويس. المرحلة دي لو أنتِ مش متأكدة من نشاط الخميرة، يُفضّل إنِّك تغطّيها وتركنيها في جنب لحد ما الخميرة تتفاعل وتتأكدي من نشاطها، لو متأكدة هتبدئي تضيفي بقية المكونات زي ما أنا عملت كده. أنا هنا ضِفت نُص كوباية من المادة الدهنية وهي عبارة عن ربع كوباية من السمنة، وربع كوباية من الزيت، أنا هنا بس السمنة دوّبتها وخلّيتها دافية وضِفت عليها ربع كوباية من الزيت، وقلّبتها كويس جدًا مع بقية المكونات لحد ما اختلطت معاهم كويس جدًا. كده هابدأ أحضّر المواد الجافة وهي عبارة عن كيلو من الدقيق المنخول، عليه معلقة صغيرة من الملح، وبعد كده هابدأ أقلّبهم مع بعض كويس جدًا وأضيف عليهم الخليط السايل اللي إحنا لسه عاملينه، أنا بس هنا ضِفت العكس، يعني المفروض أحُط الخليط السايل وبعد كده فوقه الدقيق، بس هنا عشان كان الطبق صغير فبدأت أضيف المواد السايلة على الدقيق زي ما أنتم شايفين معايا كده، وبدأت أعجن لحد ما تتلم معايا العجينة، وطبعًا السوايل اللي في العجينة ممكن ما تكفّيش، فأنا معايا كوباية من المَيّة جنبي هابدأ أضيفها بالتدريج لحد ما تتلم معايا العجينة وأوصل لعجينة طرية، زي ما أنتم شايفين معايا كده، أنا هنا احتجت للعجينة لسه، فهابدأ أضيف كوباية من المَيّة الدافية بالتدريج، هاقول لكم خدت معايا قد إيه في الآخر، وطبعًا كمية السوائل بتختلف من نوع دقيق للتاني، على حسب نوع الدقيق ممكن في أنواع دقيق بتاخد أقل، أنواع دقيق بتاخد أكتر، على حسب الدقيق، فعشان كده إحنا بنضيف بالتدريج لحد ما تتلم معايا وأوصل لعجينة طرية. عايزة أقول لِك على تركاية أثناء العجن هتسهِّل معاكِ العجن كويس جدًا، وتخلّي العرق ينشط بسرعة، إنِّك كل شوية تريّحي العجينة من دقيقة لدقيقتين كده، وترجعي تعجني فيها، الموضوع ده بيخلّي العرق ينشط بسرعة. خدت معايا حوالي نُص كوباية من المَيّة الدافية ومعلقتين كبار، ووصلت معايا العجينة طرية بتلزق بسيط، أنا عايزة العجينة تكون طرية وبتلزق تلزيقة بسيطة كده في الإيد، ده بيفرق معايا في قوام القرصة في الآخر. خلاص هنا أنا كنت وصلت خلاص للعجينة اللي أنا عاوزاها. تعجني في العجينة مش أقل من 10 دقايق، كل ما تعجني في العجينة أكتر، كل ما تاخدي منها نتيجة أحلى وأحسن، بعد كده هاسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها، وهنا العجينة كانت خمرت معايا خدت حوالي ساعة إلا ربع عشان أسرّع عملية التخمير، أنا دفّيت الفرن تدفئة بسيطة خالص وحطيت فيها العجينة، ده بيخلّي العجينة تخمر معايا بسرعة أكتر، بعد كده هابدأ أنزّل العجينة من الطبق وأبدأ أشتغل فيها، أول حاجة هابدأ أهبّطها وأطلّع كل التخمير اللي فيها زي ما أنتم شايفين معايا كده. بعد كده هابدأ أشتغل فيها وأقطّعها لكِوَر على حسب الحجم اللي أنا عاوزاه، طبعًا أنتِ بتقطّعيها بالطريقة اللي تناسبِك، أنا هنا مثلًا قسّمتها لنُصّين، وكل نُص هاعمله على هيئة رول زي ما أنتم شايفين معايا كده، هابدأ أفرده على هيئة رول، وكل رول هاقطّعه لقطع صغيّرة على قد حجم القرصة اللي أنا عاوزاها، زي ما أنتم شايفين معايا كده، طبعًا أنتِ قطّعيها زي ما أنتِ عاوزة، على حسب اللي يريّحِك، أنا هنا ده بيسهّل معايا عملية التقطيع بسرعة أكتر. بعد كده هابدأ آخُد كل قطعة وأشكّلها على هيئة كورة زي ما أنتم شايفين، حجم الكورة اللي أنا كنت عاملاه كان حوالي 80 جرام، طبعًا الحجم اللي يناسبِك اعمليه، ممكن تعمليه أصغر من كده، يعني الحجم ده هيكون حجم كبير، لكن ممكن تعمليه حجم 60 أو 50 حتى، لو أنتِ بتحبّي القرص يبقى شكلها صغيّر، فأنتِ اعملي الحجم اللي يريّحِك، هابدأ آخُد كل قطعة زي ما أنتم شايفين معايا كده وأبرمها على إيدي وأشكّلها على هيئة كورة وأرصّها على طبق، ممكن لو أنتِ حاسة إن العجينة بتلزق معاكِ جامد يبقى ادهني الطبق زيت ما تحاوليش ترشّيه دقيق، لإن لو رشّيتيه دقيق هيغيّر من قوام العجينة معانا وممكن يعني تنشف بدل ما كانت طرية زي ما إحنا عاملينها. فإحنا هن نمسح الطبق اللي هنرُص عليه مسحة زيت خفيفة خالص جدًا، وبعد كده هنبدأ نرُص عليه الكور اللي إحنا شكّلناها. وهاكمّل بنفس الطريقة ونفس التشكيل، أنا هنا باورّيكِ إن ممكن بدل ما تبرميها على إيدِك تلفّيها على الرخامة زي ما أنتِ شايفة كده وهتطلع معاكِ بالشكل المساوي ده، المهم تكون الأطراف متساوية من تحت ومقفولة كويس.
بعد ما خلّصنا التشكيل لازم نكون مغطيينها بكيس تلاجة عشان ما تنشفش مننا في الجو ده، ونسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق. بعد ما ارتاحت 10 دقايق هابدأ بأول كورة أنا شكلتها، وهابدأ أفردها طبعًا بالسمك اللي أنا عاوزاه. السمك ده براحتك زي ما أنتِ عاوزة، بس ما تحاوليش تخلّيها رفيّعة أوي عشان ما تنشفش منِّك أثناء التسوية في الفرن. يعني هنا أنا مثلًا بافردها الفردة ديّة، وبعد كده بارجع أفردها تاني في الصينية. باكمّل فردتها في الصينية وباسويها كويس جدًا زي ما أنتم شايفين معايا، وده بيخلّي القاعدة بتاعة القرصة ملامسة جدًا للصينية وبتاخد اللون كلّها من تحت موحّد. أنا هنا بادهن قبل ما أبدأ أفرد في القرصة، بادهن قبلها مسحة زيت خفيفة جدًا، لإن القرصة معايا بتلزق تلزيقة بسيطة، فده ما بيخلّيهاش تلزق في الرخامة اللي أنا بافرد عليها، وكمان بيدّيها لون حلو جدًا بعد التسوية، وبيدّيها لمعة حلوة جدًا بعد التسوية. وباكمّل بنفس طريقة التشكيل، بافردها وأكمّل فردتها في الصينية زي ما أنتم شايفين معايا كده، والصينية تكون ممسوحة مسحة زيت خفيفة. عايزة أقول لكم كمان على شوية بدايل، إن ممكن لو مش عاوزة تستخدمي لبن، ممكن تستخدمي لبن بودر وتحطّي مَيّة كلّها. اللبن بيدّي طراوة حلوة جدًا للعجين، وكمان ممكن تستخدمي مقدار المادة الدهنية كلّه سمنة، أو ممكن تستخدمي المقدار كلّه زيت، بس حاولي تطعّميها بزبدة أو سمنة زي ما أنتِ عاوزة. لإنها بتدّي طعم أحلى، وطبعًا معلقة القشطة بتدّي طعم جميل جدًا برضه في القُرَص، بس ممكن تستغني عنها. عايزة أقول لِك لو أنتِ بعد ما فردتيها في الصينية وحسيتِ إن هي كَشّت شوية، بترجعي تدّيها فردة بسيطة كمان، يعني مثلًا لو سِبتيها دقيقة، دقيقتين كده وحسيتيها إنها كَشّت عن ما فردتيها، بترجعي تفرديها فردة كمان، لإن طبعًا ده معناه إن العرق قوي، مش معناه إنها ما ارتاحتش، لأ هي بس عرقها قوي، فبترجع تكِش منِّك حاجة بسيطة. زي ما أنتم شايفين كده أنا باحطها لو لقيتها كَشّت عن ما أنا عاملاها، بارجع أفردها فردة بسيطة بإيدي كده زي ما أنتم شايفين، وهاكمّل بنفس الطريقة لحد ما أخلّص الكمية كلّها. أنا هنا باورّيكِ سمك القرصة اللي أنا فردت بيه، وطبعًا ده بيرجع ليكِ في الآخر. بعد ما خلّصت تشكيل كمية القرص كلّها اللي معايا، هابدأ أغطّيها بفوطة واسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها. وفي كمان تركاية باعملها عشان أسرّع عملية التخمير، اللي أنا باحط كل الصواني في فرن البوتاجاز، وباحط صينية تحتهم كلّهم، وبتكون في الصينية ديّة مَيّة مغلية. البخار اللي بيطلع من المَيّة المغلية بيخلّي القرصة تتضاعف حجمها بسرعة جدًا. وزي ما أنتم شايفين معايا كده هنا كانت خمرت ضاعف حجمها. خلاص هابدأ أسويها، بادخّلها الفرن على درجة حرارة 220 على درجة حرارة عالية على الرف التاني من تحت. كل ما القرص بتدخل على درجة حرارة عالية، كل ما بتطلع معاكِ طرية، لإنها ما بتاخدش وقت طويل في الفرن، فبالتالي بتطلع طرية. طبعًا الفرن نكون مسخّنينه من قبلها بحوالي 10 دقايق أو ربع ساعة عشان يسخن كويس جدًا. بأول ما تاخد لون حلو من تحت، هابدأ أولّع الشواية على الهادي لحد ما تاخد لون حلو ودهبي من فوق، وهي بتاخد في الفرن حوالي 15 ل20 دقيقة وتكون جاهزة. أول ما تطلع من الفرن هابدأ أرشّها بمَيّة، عشان ده بيدّيها طراوة حلوة جدًا، وبيحافظ على طراوة القرصة، وما تخلّيهاش ناشفة من الوش. وعشان تاخد اللون الموحّد اللي أنتم شايفينه ده، أنا بابدأ أحرّك الصاج أو الصينية طول ما هي في الفرن من جميع الاتجاهات. ده بيخلّيها تاخد لون حلو من جميع الاتجاهات زي ما أنتم شايفين معايا كده. طبعًا لو أنتِ حاباها تقدري تحشيها بالعجوة زي ما عملنا مع بعض قبل كده حشوة العجوة كتير. فالمرّة دي حبيت أعملها معاكم سادة، طبعًا تقدري تحشيها عجوة، تقدري تحشيها جبنة. بجد وصفة جميلة جدًا واقتصادية لسحور رمضان، احفظيها عندِك مش هتستغني عنها بعد كده لسحور رمضان. بجد من أحلى وأسهل طرق القرص الطرية، اعمليها لسحور رمضان، بجد طعمها روعة وريحتها في منتهى الجمال. وزي ما أنتم شايفين قد إيه هي معايا هشة وطرية وقطنية جدًا، وكمان شكلها من جوّه إزاي، بجد ولونها جميل من جوّه وفاتحة جدًا وواخدة لون من جميع الاتجاهات زي ما أنتم شايفين معايا، وقد إيه هي هشة وطرية. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو عشان توصل لأكبر عدد، وكل سنة وأنتم طيبين.